منظمة إرهابية بتقرر تهاجم الخطوط الجوية الهندية، ولكن ما يعرفوش إن معاهم أفضل طيار. هنتفرج مع بعض على ملخص فيلم فايتر. يلا بينا. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا واحنا بنلاقي إن في إرهابي بيعرف نفسه، بيقول إنه هيعمل عملية تفجيرية ودي رسالته الأخيرة. بعدها بنرجع سنة لورا وبنلاقي إن الحكومة الباكستانية بتتعاون مع الإرهابيين عشان يضربوا الجيش الهندي، وبيظهر لقطات حقيقية من الحوادث اللي عملوها فعلا، لحد ما بيظهر الرئيس بتاعهم وهو اسمه أزهار، وبيبدأ يقول لهم إن هدفه تدمير الجيش الهندي كله. بعدها بنروح للسرب الهندي وبنلاقي إن فريق السرب متجمعين وبينضم ليهم طيارة اسمها مينال مش منال، وبتبدأ تعرفهم بنفسها وبتتعرف عليهم لحد ما بيجي آخر شخص وهو باتي، وبيطلب منهم إنه يهبط بالمقلوب، ولكن القيادة بترفض وهو بيصر على طلب، وفعلا بيهبط. بس قبل ما يهبط بيديها واحدة شقلباز لأجل المتعة. بعدها بيهبط وبينزل من الطيارة وبيبدأ يتعرف على الفريق بتاعه اللي بالمناسبة هو القائد بتاعهم عشان رتبته أعلى منه. وبيجي القائد روكي وبيعمل معاهم اجتماع وبيقول لهم إنكم أفضل طيارين في القوات الجوية الهندية، وبيأكد عليهم لازم دايما يكونوا مستعدين لأي حرب. بيبدأ يعمل لهم اختبارات سريعة ويسألهم شوية أسئلة وكلهم بيجاوبوا، لحد ما في الآخر القائد روكي بيقول لهم اتعودوا على بعض وقضوا وقت مع بعض عشان علاقتكم ببعض هي اللي هتحافظ عليكم في أي حرب. وبالفعل وهم خارجين بيحددوا مطعم ياكلوا فيه، وبالفعل بيتفقوا وبيروحوا مطعم وبيكون فيه 2 إرهابيين واقفين عند المطعم، وبيعرفوا إن اللي نازل من الموتوسيكل ده قائد في الطيران الهندي، فبيقرب عليه الإرهابي عشان يقتله، ولكن القائد أزهار بيظهر وبيمنعه وبيقوله مش دلوقتي، أنا مش عاوز أقضي على واحد، أنا عاوز أقضي على المنظومة كلها. وبيدخلوا المطعم وبيقضوا وقت مع بعض. وبعدها بنرجع لوقتنا الحالي وبنلاقي إن الإرهابي اللي اتكلم في أول الفيلم هو في الوقت الحالي بيعلن عن عملية هتحصل، وبالفعل بيقدر إنه يضرب أتوبيسات فيها جنود هندية، بيموت عدد كبير منهم، وبيظهر روكي وباتي وهما متعصبين وبيعملوا اجتماع طارئ بيبقوا عاوزين ينتقموا، لكن القائد روكي بيجيب لهم شخص مش عاوز يكشف عن نفسه، والشخص ده بيجيب لهم إحداثيات الجيش الباكستاني لأنه عميل مزدوج. بيعرفهم على القائد بتاعهم اللي اسمه أزهار وإننا ما نعرفش مكانه، ولكن هو اللي بيخطط لكل ده، وإن هو متحكم في الجيش الباكستاني كمان، ومخليهم على استعداد للحرب في أي وقت. وبعدها روكي بيكلف باتي إنه يروح ديلي ويحضر اجتماع الوزراء، وهناك باتي بيلاقي الوزراء متعصبين من اللي حصل وبيفكروا في الانتقام. وهنا باتي بيقول لهم فكرة وإنهم يعملوا عملية تحت مسمى عملية بندر، هي إنهم هيروحوا يضربوا القاعدة الباكستانية اللي بيكون موجود فيها أزهار. وبالفعل بيطيروا كلهم وبيقدروا يضربوا ويدمروا المكان بالصواريخ، والعملية بتنجح والقاعدة كلها بتموت ما عدا أزهار وشخص بيزيد في الزيطة ماسك RPG وبيضرب على طيارة من الطيارات، ولكن باتي بيشغل صواريخ الإنقاذ وبيقدر يتخلص من الصاروخ، وبيرجع مرة تانية للراجل ده وبينسفن من على وش الأرض. وهنا أزهار بيكلم القادة بتوع الجيش وبيغضب وبيقول لهم إننا فقدنا المجاهدين كلهم ولازم الرد يكون قوي، والعملية بتنجح وبيرجعوا القاعدة بتاعتهم مرة تانية. وبعدها بنلاقي قادة الجيش بيتناقشوا وبيجي أزهار وهو غضبان من اللي حصل، وبيطلب منهم الدعم الكامل وإن هم يوافقوا على قراراته اللي هياخدها عشان يرد الضربة اللي حصلت. بعدها بنلاقي السرب الهندي بيتعرض للهجوم المفاجئ وبيطلع الطيارين كلهم عشان يستعدوا وبيطاردوا الطيارات الباكستانية، ولكن الباكستانيين بينجحوا إن هم يضربوا قاعدة صواريخ هندية وبيكون فخ إن هم يستدرجوا الطيارات، ولكن في طيارات تانية بتضرب في الأماكن بتاعتهم لحد ما بيكتشفوا إن هو فخ وبيخرجوهم بره الخطوط الهندية، ولكن بيضطروا يرجعوا ما عدا باتي وتاج اللي بيجروا وراه، ولكن بيتفاجئوا إن عدد الخصم كبير مقارنة بيه. هنا قائد السرب الباكستاني بيوجه رسالة لباتي وبيقوله إن ده تمن اللي عملتوه، وطياركم تاج محاصر عندنا، ولو تعرف تيجي تلحقه تعالى وإلا هيواجه مصير نعينة صديقتك اللي هنعرف قصتها قدام. وبيحاول باتي إنه يروح لتاج ولكنه بعيد في المسافة، لحد ما تاج بيتضرب بالصواريخ وطيارته بتقع وبيقدروا يمسكوه، وباتي ما بيقدرش يلحقه وبتكون الطيارة اللي وقعت فيها 2 وهما تاج وباش. وباتي بيطلب إنه يكمل مطاردة ولكن بياخد أوامر بالرجوع عشان الضحايا ما تبقاش كتير، لحد ما بيرجع والقائد روكي بيوبخ فيه وبيقوله إن كل ده حصل بسببك أنت وبسبب تهورك وإنك أصريت تجري وراهم، ونسيت إن حماية أصدقائك هي أهم حاجة، وبيحولوا للتحقيق. وفي المشهد اللي بعده بنلاقي طيارة اتضربت وبتقع وفيها جندية بتستغيث وبتقول إننا اتضربنا وبنقع، وفجأة باتي بيقوم مخضوض وبيطلع إنه حلم،
وهنا بيظهروا أهل الجنود اللي اتمسكوا، والقائد روكي بيطمنهم وبيقولهم إننا هنرجعهم ومش هنسيب حقهم. وبعدها بيحضروا القادة كلهم عشان يحققوا مع باتي، وبيقولوا إنه مش غلطان إنه يدافع عن الوطن، ولكن تهوره هو السبب في الوضع اللي احنا فيه حاليا، ولذلك احنا مش هنوقفه ولكن هننقله مكان تاني، وإنه مبقاش ليه مكان وسطينا في القاعدة يعني. وبعدها بتروح منيال بتتكلم مع روكي وبتحاول تكلمه عن باتي والعقوبة بتاعته، لحد ما بيشرح لها إن دي مش أول حادثة يسبب فيها، ولكن كان في جندية اسمها نينا كانت بتطير معاه في مرة من المرات، وهو اللي خلاها تروح مكان الهجوم لحد ما طيارتها اتصابت وما قدرش إنه يلحقها. ونينا دي تبقى أختي الصغيرة، وأنا مش قادر أنساله الذنب ده. وبعدها منيال بتحاول تقنع باتي إنه يكمل، ولكنه بيصر ينفذ العقوبة وإنه يمشي ويسيب القاعدة. وبالفعل بيتنقل لقاعدة تانية، والقائد بيتكلم معاه وبيقوله إننا فخورين بيك وسعداء عشان هتخدم وسطينا. بعدها بيلاحظ إن في بنت مش قادرة تهبط بالطيارة بسبب شدة الرياح، ولكن بياخد اللاسلكي وبيكلمها وبيقدر يوجهها صح وبيخليها تهبط بأمان. بعدها بيمسك تدريب الجنود اللي موجودين في القاعدة وبيبدأ يدربهم، ولكن الذنب بيفضل يطارده ومش قادر يتخطى اللي حصل، لحد ما بيروح للقائد وبيقول له أنا هقدم استقالتي، ولكن القائد بيقترح عليه إن هو ياخد أجازة وبعدها يقرر. وبالفعل باتي بيقرر يرجع لبيته وبيكون في المطار، ولكن الموظفة بتقوله إن رحلتك اتلغت ومفيش أي رحلة تانية متاحة، ولكنك تقدر تدخل لقائد العمليات وتقنعه. وبيتفاجئ إن قائد العمليات هو أبو منيال واسمه راتور، والست دي تبقى أمها. ويبدأ يكلمهم عن بنتهم اللي بيكون أبوها مستعار منها لأنها رفضت طلبه وقدمت في الطيران وهو ما كانش موافق. وبيبدأ يكلمهم عنها وإنها شجاعة ومسؤولة عن حماية البلد وحمايتهم، وإنهم المفروض يفتخروا بيها. ويجي اليوم اللي هيفتخروا بيها وبتكون أمها متأثرة لأنها مشفتهاش ولا تعرف عنها حاجة بقالها فترة. وبعدها القائد بيوافق إنه يخليه يسافر وبيديله الإذن وبيقول لأمها إن هي مفتقداكم كتير، وبعدها بيمشي وبيرجع لبيته وبيتفاجئ لما بيتفرج على التلفزيون مع أبوه وبيسمع الأخبار إن الحكومة توصلت لحل مع المخابرات الباكستانية إن هما يطلقوا سراح الجنديين اللي مسكوهم في آخر عملية وهما باش وتاج. وهنا بيظهر أزهار وهو متعصب من القرار ده وبيبدأ يضرب فيهم لحد ما بيمسكوه بالعافية. وبعدها باتي بيروح للقاعدة يسلم على زمايله ويستقبل باش وتاج لما يجي، ولكن بيتفاجئوا كلهم إن اللي وصل جثة باش. ولما بيسأل الجندي بيقول لهم إنهم معندهمش أوامر يرجعوا تاج، وفضلوا يعذبوا باش لحد ما مات. هنا بيجي باتي لمرات تاج في الجنازة بتاعت باش وبيقول لها أنا عاوزك تثقي فيا وإني هرجعلك تاج مرة تانية ومش هسيبهم يموتوه. وهنا في مكالمة فيديو من العميل المزدوج اللي بيجيب لهم الأخبار اللي الهند بيطلع ضفاين وبيكلم أزهار وبيقول له إن الهند بكرة هتضربكم في منتصف الليل. وبعدها بتظهر جندية في الجيش وبتقول لهم إن باكستان عملت حظر جوي ومستحيل أي طيارة تخش في الخطوط الباكستانية وإلا هتتضرب على طول. بعدها القائد روكي بيقرر إن هم هينفذوا الضربة رغم كل ده، وإنهم هيحطوا خطة ناجحة عشان يعملوا كده. وبتستعد نيال وبيجي أبوها وأمها بيتأسفوا ليها واللي هو عودة العلاقات وكده، وبيدوها التحية وبتمشي. وبتعرف إن باتي اللي كلمهم بتروح تشكره وبتمشي عشان تركب طيارتها. وهنا الاجتماع الأخير والقائد روكي بيقول لهم إن الإرهابيين دول قتلوا باش بلا رحمة ولازم الرد بتاعنا يكون بالمثل، وهدفنا إننا نرجع تاج لأرض الوطن. وبينطلقوا بالفعل، وهنا في طيارة هندية فيها مقاتلين هنود، ولكن الطيارة بتتكشف في الرادار، ولكن الطيار بيقدر يكلم الحكومة الباكستانية ويخدعهم وبيقول لهم إن هو تايه والبوصلة بايظة وإنه مش عارف هو معدي فين، وبيكسب وقت مش أكتر ما الجنود كلهم بيهبطوا. وبعدها بيتفاجئوا في الرادار إن في 3 طيارات حربية دخلوا الخط الجوي، والطيارات دي ضربت السرب بتاعهم. وعلى الناحية التانية الجنود دول راحوا عشان يحرروا باش، وبيقدروا إن هم يخدعوا المقاتلين التانيين ويموتوهم. وبتقوم عركة ما بين الطرفين وبيضربوا نار على بعض لحد ما أزهار بيعرف إن دول تبع الجيش الهندي وجم عشان تاج. وفي اللحظة دي اتفاجئ لأن العميل كان قايل له إن الهجوم هيتم بالليل، وبيكتشف إن العميل دوت طلع تبع الجيش الهندي وكان بيخدعه طول الوقت. وبعدها الجنود بيحطوا متفجرات في كل مكان وبيقدروا إن هم يحرروا تاج، والمكان بينفجر بالكامل. وأول ما بتيجي طيارة الدعم عشان يرجعوا فيها بتتضرب بأربجي عن طريق أزهار اللي بيكون لسه عايش، وبيكون في طيار تبعهم بيحاول يروح لهم ولكنه بيتضرب بصاروخ في الجو وبيتصاب. وهنا مينال بتقول لهم إنه هتروح مكان الحدث، وأول ما بتروح بيتضرب عليها نار، ولكنهم بتنقل لهم الإحداثيات وبتقول لهم إن الطيارة التانية اتضربت. ساعتها القائد بيكلف 2 إن هم يروحوا لهم، ولكن بيتفاجئ إن باتي سابهم وركب الطيارة وبيطلب منهم إذن إن هو يروح، ولكنهم بيرفضوا. وبعدها باتي بيطلب مرة تانية تحت مسمى إنه أفضل طيار فيهم، وبيقول لهم إن دول الفريق بتاعي وهم محتاجيني. وساعتها القائد روكي بيوافق وبيروح معاه وبيطير باتي وبيطارد القائد بتاع الطيران بتاعهم اللي بيحاول يضربهم بصاروخ.
ولكن باتي بيقدر يلبس الصاروخ في الطيارة تبعه، وباتي بيفضل يجري قدامه لحد ما التاني يخلص الذخيرة بتاعته. وساعتها باتي بيقوله سلم على الشهداء اللي معاك، وبيلبس فيه بالطيارة وبيخلع هو وروكي بالمظلات. وفي المشهد اللي بعده بنلاقي أزهار ماسك راجل نازل فيه ضرب وعمال يقول له قول تحيا الهند كنوع من السخرية. يجي باتي وبيقول له تقول تحيا الهند، وبيقول فعلا قوم باتي بينزل فيه ضرب وبياخده يفسحه وبيقعد يدشمل فيه بالجامد. لكن أزهار بيحاول يهرب ولكن باتي بيطارده، وبيقدر إنه يلحقه، وبتقوم بينهم معركة في العربية، وبيقدر باتي إنه يحط عليه كالعادة. وبيطلع بالعربية فوق مكان عالي وبيربط رجليه في العربية. وفي اللحظة اللي العربية بتقع فيها بيكون باتي اتشعبط في الطيارة بتاعت ميناء. وهنا أزهار بينفجر هو والعربية. وبعدها بيرجعوا لأرض الوطن، وبينزل من الطيارة باتي وبيكون ورا باشا اللي بيقابل زوجته. وهنا روكي بيوجه الشكر لباتي وبيقوله إن أسهل حاجة هي إلقاء اللوم على الآخرين، ولكن أصعب حاجة هي مواجهة الحقيقة. وبيقول له انا وجهت لك اللوم على طول وانا محقولك، ولكن باتي بيقول له انت شريكي، وبيحضنه وعودة العلاقات برضه كده. روح باتي للبلاد اللي بيكونوا في بينهم قصة حب كعادة أي فيلم يعني، وبيخلص في البداية على كده. متنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.